تخيل معايا تسقط في الثانوي وانت يعني اهلك تعبانين وانت تعبان نفسيا وجسديا وقلة نوم وسهر كتير وشاي وقهوة كتير، والعملية صعبة ومن السنتر للسنتر للمذاكرة والدروس، وفي الاخر مع انك متأكد انك عامل اللي عليك وزيادة ولكن تسقط. ده اللي حصل معايا ودي تجربتي. عشان كده انا عايز احكي لك تجربتي عشان تستفاد بإذن الله. انا حازم، لو مش متابعني اتاكد انت عامل متابعه. بنتكلم هنا عن الاستغفار وتوفيق ربنا معانا في الحياه باذن الله من تجارب واقعيه، فلو عايز تستفاد شرفني بالمتابعه وكلنا هناخد حسنات. طيب، النهارده انا هحكي لك حاجه حصلت معايا، ويمكن تغير نظرتك للموضوع كله. مبدئيا انا اصلا واحد يعني من الناس اللي انا بحمد ربنا ان ربنا من عليا ان انا شاطر جدا في الانجليش. اللغة الصعبة اللي كله بيعتبرها كأنها عقدة، أنا بالنسبة لي كانت عاملة زي الأكل والشرب والتنفس، يعني فكان أمر طبيعي، وده اللهم لك الحمد. ولكن ما كنتش بقى عارف إن على الرغم من ثقتي في المادة دي إن ربنا هيعلمني درس بسبب غلطة أنا عملتها، أو غلطتين في الحقيقة. يعني الدرس ده عمره ما جه على بالي. فده هو درس النهارده وده فيديو النهارده، واقول لك ازاي تعدي المرحله دي بكل سهوله ويسر باذن الله عشان ما تقعش في اللي انا وقعت فيه. طيب، خليني احكي لك على موقف انا عمري ما هنساه. آه طبعا انا كنت في اللجنه، وعندك بقى يعني انت قاعد وسط زمايلك وماسك الورقه والقلم ومركز في ورقتك او كراستك والكلام دون. وكان امتحان الانجليش ساعتها، والمراقبين واقفين وكده ومفيش حد بيلتفت حوالين منه خالص يعني. وكنت مركز ان انا اخلص في اسرع وقت. الحمد لله انا كنت شاطر جدا في الماده دي، لدرجه ان انا يعني عملت اول غلطه ان انا كنت بغشش اللي حوالين مني. فدي حاجه مهمه جدا في الفيديو ده، ان انا كنت بغشش اللي حوالين مني. دي غلطه، لكن لسه ما اتكلمناش على بقيه الايه، المواقف والحكايات اللي في الفيديو ده. فطبعا انا قعدت مركز وغششت الناس وحليت وانا بقى خلصت نفسي وحليت بسرعه جدا الحمد لله. وسلمت الورقه لدرجه ان هم كانوا مبهورين. الراجل يعني هو الموجه او المراقب ماسك الورقه وبدا ان هو يقلب ويبص في الاجابات. انا مش عارف هو فاهم ولا لا، بس يعني عمال هو اصلا منبهر ان انا خلصت. يقول لي يا ابني انت متاكد؟ طب اقعد راجع. فاقول له لا والله انا رجعت انا متاكد. فقول لي خلاص براحتك، وسابني مشيت. فجيت عملت ايه؟ وفي الحقيقه ده كان قبل ما اللجنه ما تخلص تقريبا بربع ساعه او 10 دقائق كده يعني. المهم، فكنت انا اول واحد عامه يعني. فبعد كده نزلت جري، حتى انا فاكر انا يعني نطيت بقى سلمتين ثلاثه اربعه مع بعض كده. وبدات ان انا عايز اوصل لواحد صاحبي كان في اللجنه اللي تحت. ولما وصلت له، فانا بفتح طبعا لقيته هو بقى عرقان اصلا وتايه. فانا بفتح الورقه، لقيته هو ايه حكايته على الله خالص يعني. لقيته ان هو ما كله غلط. فقلت له مين اللي قال لك الكلام ده وازاي كتبت كده؟ قال لي ده العيال هم اللي. قلت له طيب هات يا باشا القلم. اخدت منه القلم، قعدت بقى ايه اشطب على كل حاجه. وانا طبعا الاجابات كان في حاجات معلم عليها في الورقه اللي معايا بتاعت الامتحان، وكان في حاجات انا ايه بقولها من دماغي بقى. فاستخدمت الورقه اللي معايا في الاسئله اللي هي صح وغلط والتشوز والكلام دون. حليتهم له بسرعه جدا. وبعد كده دخلنا على الاسئله اللي هي فيها كتابه، كتبتها له وظبطت له الدنيا. وانا ليه عملت كده؟ ان زميلي ده كان يعز عليا قوي، وكان مهم جدا ان انا اخلص الامتحان والحق ادور عليه بسرعه. خلاص. طيب، فطبعا بعد ما حليت له والقصه دي كلها، يعدي بقى كام اسبوع وتظهر النتيجه. وهنا بقى لما النتيجه ظهرت، كنت داخل اشوفها وانا متحمس بقى يعني. انا حليت الحمد لله كله تمام، مش الانجليزي بس، انا حليت كل المواد. ويعني شايف ان انا مش غلطان في حاجه والحمد لله كله تمام. يعني ساعتها كان كل اللي شاغلني ان انا مثلا ايه، انا هجيب بقى درجه عاليه ولا مثلا اعلى من العالي ولا مثلا فوق الوسط بشويه. مش عارف، لكن طبعا لقيت نفسي آه شلت مادتين. المادتين دول تقريبا كان الجبر، وشلت معاها تقريبا عربي او حاجه تاني ممكن يكون الفيزياء او الكيمياء. المهم ان هم كانوا اصعب مادتين، وكانوا جايين. انا بالنسبه لي ما غشيتش من حد،
وحليت بمجهودي، وكنت متاكد من اجابتي، يعني ان الدنيا هتمشي، ما كنتش يعني عامل شقلباظات في الورقه، يعني مش عارف. المهم ان انا حليت والدنيا كانت تمام. اتفاجئت ان انا شايل مادتين، وان زميلي اللي انا رحت جريت حليت له امتحان الانجليش جايب اعلى مني في درجات الانجليزي. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ يعني حتى الموضوع ما وقفش معايا على ان انا شلت مادتين، لا ده وقف معايا كمان ان زميلي اللي انا حليت له بخط ايدي وهو عنده شخبطات كتير في الورقه وانا ما عنديش اي شخبطه، هو جاب رقم اعلى مني، نتيجه اعلى مني. ده ما يخلكش تفكر في حاجه؟ انا بالنسبه لي لما حصل الموضوع ده طبعا، بدل ما انا كنت داخل واثق من نفسي، انا يعني اكتشفت ساعتها لما حصل الموضوع ده ان ربنا بيعلمني درس هو اكبر بكتير من النجاح او السقوط. ولكن كان بيعلمني ان الانسان مهما كان شايف نفسه شاطر، فهو ولا حاجه من غير توفيق ربنا. وفي حاجه تانية هتكلم عليها غير التوفيق، احنا لسه ما خلصناش. بس دي الحاجه اللي جت في بالي، اللي هو انا عملت كل حاجه، ولكن تكتشف ان انت سقطت. يعني انت عامل كل حاجه بس. وممكن يجي على بالك دلوقتي سؤال تقول لي هو كل واحد سقط فهو ربنا مثلا بيعلمه درس؟ ممكن اقول لك ليه لا، ممكن يبقى و100 كمان، ايه المشكله؟ واخد بالك؟ لكن انا مش بقول كده، انا بقول ايه؟ ان اي ابتلاء بيعدي علينا لازم نسال نفسنا ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمني ايه من الموقف ده. انا مش هكدب عليكم، ساعتها احنا في فتره مراهقه، فانا مش هفكر في دروس وعظات والكلام ده كله. خلاص، يمكن الفيديو اللي انت بتتفرج عليه النهارده ده اللي انا بعمله لك هو هديه من ربنا. ليه؟ عشان انا بنقل لك تجربتي، فانا جاي لك من 10 سنين ورا، او من 10 سنين قدام بالنسبه لك. فافهم الكلام، فاهمني؟ اتمنى تكون فاهمني يعني. فهي مش بالمجهود، ولازم تفهم ان ربنا عايز يعلمك ايه من الموقف ده. ليه؟ لان الفرق بين شخصين بيمروا بنفس الازمه او نفس المشكله او المعضله، ان واحد يطلع منها اقوى والتاني يفضل واقف مكانه. وانا للاسف في الوقت ده ما كنتش فاهم الرساله قوي. انت عارف بقى وقت مراهقه وبتاع، فمش في دماغك حاجه يعني. وكنت فاكر ان الحل الوحيد هو اني اذاكر اكتر واتعب اكتر واعتمد على نفسي اكتر. لكن مع الايام بدات افهم بدات افهم ان الاجتهاد لوحده هو مهم، بس لو اعتمدت على اجتهادك بس هتتعب. لان كده كده انت ضعيف، انت مفيش حاجه في ايدك، ما حلتكش حاجه. اما لو اجتهدت، بص بقى هنا بقى التركايه، لان في حاجه اخيره لسه هنتكلم فيها. رقم واحد، لو انت اجتهدت واخدت بالاسباب وسلمت النتيجه لربنا، انت كده ايه؟ هترتاح. وده كان اول مره افهم فيها كلمه التوفيق. بالمناسبه في حاجه كمان اكتشفتها بعد سنين طويله، ويمكن لو كنت عرفتها وانا في الثانويه كنت ارتحت نفسيا جدا جدا جدا. لان انا عارف انت حاليا تعبان نفسيا، انت حاليا عندك مشكله، فانا عايز اريحك. طب ايه هو الدرس؟ اكتشفت ان الدنيا مش ماشيه بالشهادات بس. وانا عايز اقول لك على حاجه حاصله في مصر هنا، انا مش بقلل من المؤسسات التعليميه ولا بقلل من قيمه الشهادات، لا. انا بس بقول لك ان في ناس معاها اعلى الشهادات لكن بعد التخرج بتلاقيه رقم واحد ما عندوش هدف في حياته، رقم اتنين مش عارف هيعمل ايه، رقم ثلاثة الدنيا بتيجي عليه، او ربنا مش موفقه، هو مفيش توفيق. سواء بقى هو نجح بالفلوس او بمجهوده، طب خلاص انت اخدت الشهاده، طب وبعد الشهاده هتعمل بيها حاجه؟ ده بقى بتوفيق ربنا. كل حاجه ماشيه بالتوفيق. ولسه هنتكلم في حاجه تانية اهم. خلاص. ففي ناس معاها شهادات ولسه بتدور على نفسها، وللاسف في ناس خرجت من الدنيا وفي المقابل محدش فاكر لها اي اثر. يعني هم اصلا ما سابوش اي حاجه حد يفتكرهم بيها، ما عملش اثر حقيقي. طب ايه لازمه الشهاده؟
فخلي بالك، ما تحطش عقليتك في حته توقف عشانها حياتك وترعب نفسك قصاد الحته دي. فاهمين قصدي؟ طيب دي نقطه. النقطه التانيه ايه؟ ان في ناس ما كانتش الاولى على الدفعه ولا كان مجموعها عالي، ولكن ربنا فتح عليهم فتح كبير. يعني مثلا بقوا مؤثرين، نفعوا آلاف الناس، بقى عندهم مشاريع، والناس كانت بتتعجب من اللي وصلوا له من نجاح مع انه معهوش شهاده. فهمتوا الفكره؟ طيب فانت ذاكر واجتهد واعمل اللي عليك، لكن اوعى تفتكر ان الورقه بتاعه النتيجه هي اللي هتحدد مستقبلك كله، لان اللي بيحدد مستقبلك بعد توفيق ربنا هو اجتهادك بعد كده وصبرك والابواب اللي ربنا يفتحها لك. طيب وانا شخصيا لو سالتني بقى على يعني ايامي في الثانويه، تتوقع حياتك تبقى عامله ازاي؟ عمري ما كنت هتخيل ان اللي حصل النهارده معايا. يعني انا الحمد لله بشتغل في مجال بحبه جدا، وشغلي اصلا مش محتاج شهاده جامعيه، وربنا اكرمني ان سافرت اكتر من بلد وعشت تجارب عمري ما كنت اتخيلها، وده كله وانا اصلا ما كملتش جامعه. وده فيديو هنتكلم عليه في وقت تاني. ولكن في حاجه اخيره برضو عايز اقولها لك في الفيديو ده. انا بغض النظر عن انا ما كملتش جامعه، بس الحمد لله ربنا من عليا بوظيفه انا بحبها جدا وشغوف بيها جدا، وبتعامل مع اجانب، وكمان سافرت اكتر من دوله. وكان همي برضه انا كنت عايز انجح زيك، وكنت فاكر ان الشهاده هي نهايه المطاف، ولكن ده مش حقيقي. طب ايه بقى اخر حاجه او الحاجه اللي قبل الاخيره؟ ان انت لازم تفهم ان يعني احيانا احنا بندعي دعاءنا بالشر كدعائنا بالخير. بنبقى عارفين، بنبقى فاكرين ان احنا بندعي بالخير، بس ما نعرفش ان هو ده شر. واخدين بالكم ازاي؟ طيب ايه اهم نقطه عايز اكلمك فيها؟ اهم حاجه التقوى الله. ان انت تتقي الله وتتوكل على الله. لو انت تتقي الله فانت من جواك هتبقى عندك ايمان قوي، وهتتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. خلاص؟ فربنا هيبقى معاك دايما. فسواء انت جبت نتيجة متوسطة او عالية، جبت شهادة او ما جبتش، اللي ربنا كاتبه لك هو ده الخير، ولن يكون هناك افضل من اختيار ربنا لينا. انت تعبت، اهلك تعبوا، لكن انا عايز افهمكم حاجه. اللي احنا بنفكر فيه مش لازم يبقى هو دايما احسن حاجه. وممكن تبقى انت بتتمنى حاجه وتبقى هي شر. ممكن تبقى عايز حاجه وما تجيلكش لان هي شر. وممكن تبقى حاجه تانية اصلا انت ما تفكرش فيها او مش عايزها، ونفتكر ان في الاول وفي الاخر هي الخير. فملخص الفيديو ده ايه؟ ان انت اول حاجه تتقي الله، ما تعملش حاجه غلط زي الغش او تغش حد. تاني حاجه ما تعتمدش على مجهودك فقط، اعتمد على توكل على الله واليقين التام بالله، وتتقي الله. وباذن الله باذن الله ربنا هينجحك وهيوفقك. فانا عايزك تذكر ربنا، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لحد ما تعدي المرحله دي. وعايز اقول لك حاجه اخيره، ان ايا كان اللي هيطلع من المرحله دي انت كسبان. خلاص، كسبت علم، كسبت اصدقاء، كسبت مواقف، كسبت خبرات، وربنا هيكرم باذن الله وتكسب الشهاده اللي انت عايزها وتخش الكليه اللي انت عايزها. وما كانش كده ربنا هيكتب لك الافضل من كده بكتير. انا حازم، لو انت مش متابعني اتاكد ان انت عامل متابعه، واكتب لي في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. اثبت حضورك. اشوفك الفيديو الجاي. بالتوفيق لكل اخواتنا باذن الله واخواتنا. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.